صدامات جديدة بين أحزاب سودانية تضرب الاتفاق الإطاري. شاهد ماذا حصل. قال متحدث باسم حركة العدل والمساواة السودانية إن الخلاف ما زال مستمرا بين أطراف الاتفاق الإطاري ومعارضيه حول القوى المعنية بالتوقيع على الإعلان السياسي. وكان مجلس السيادة الانتقالي أعلن في وقت سابق من اليوم السبت توصل ممانعين ومؤيدين للاتفاق الإطاري لإعلان سياسي يمهد لالتحاق قوى جديدة بالعملية السياسية الجارية بالبلاد. وأتى هذا الاتفاق بعد سلسلة اجتماعات ضمت قادة الجيش والأطراف الموقعة على الإطار ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس تحرير السودان مني أركو مناوي والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ممثلا في جعفر المرغني. ومنح المشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحاميين العام الماضي القوى التي ستوقع على الإعلان السياسي سلطات اختيار أعضاء مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، إضافة إلى حكام الأقاليم وولاة الولايات ورئيس القضاء ونوابه ورئيس أعضاء محكمة الدستورية. وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة حسن إبراهيم فضل إن مسألة الأطراف المعنية بالتوقيع على الإعلان السياسي ما زالت نقطة خلافية ومحل نقاش، وأن الكتلة الديمقراطية متمسكة بضرورة توسيع دائرة المشاركة. وأكد تمسكهم بشمول كل الأطراف المؤمنة بالانتقال الديمقراطي في العملية السياسية الجارية. وتابع: نرفض بدعة توزيع صكوك الثورة وتقسيم القوى إلى درجة أولى وثانية أو ما يسمونهم قوى ثورة وقوى انتقال. وأردف مجموعة المجلس المركزي أتت بواجهات المؤتمر الوطني ولجنته الأمنية وسموهم قوى الثورة وأطلقوا على البقية صفة الفلول، وهو أمر لا يستقيم. ووقع القادة العسكريون وقوى مدنية في ديسمبر الماضي على إطار اتفاق يمهد لإنهاء الأزمة السياسية، وهو أمر تعارضه حركات رئيسة موقعة على اتفاق السلام بجوبا ضمن تحالف الكتلة الديمقراطية الذي يضم قوى وكيانات أهلية سبق أن أيدت استيلاء الجيش على السلطة وشارك بعضها في نظام المعزول عمر البشير. وترفض الحرية والتغيير انضمام الكتلة للعملية السياسية وتقول إن التوقيع لا بد أن يتم باسم الأحزاب والتنظيمات، كما لا تمانع في اصطحاب حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة بحكم أنهم أطراف في اتفاق السلام. وفي سياق آخر كشفت مصادر متطابقة أن المكتب التنفيذي للحرية والتغيير دعا لاجتماع مساء اليوم السبت لمناقشة التعديلات المقترحة على الإعلان السياسي بغية إجازتها بصورتها النهائية علاوة على حسم مسألة الأطراف المعنية بالتوقيع على الإعلان. ورجح التوقيع حركة تحرير السودان والعدل والمساواة إضافة إلى الاتحاد الديمقراطي الأصل على الإعلان السياسي خلال 48 ساعة حال تجاوز النقاط الخلافية وإجازة التعديلات المقترحة على الإعلان السياسي. من جهته أكد المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف تواصل النقاش بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري مع ممثلي 3 تنظيمات غير موقعة، وهم مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم ومحمد عثمان المرغني، بهدف الوصول لصيغة إعلان سياسي يتم بموجبه انضمامهم للعملية السياسية الجارية الآن والمبنية على الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر الماضي. وأوضح يوسف أن الاجتماع شهد توافقا حول مشروع الإعلان السياسي المقترح الذي نوقش من قبل ليكون الصيغة التي بموجبها يتم انضمام الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري المتفق عليها للعملية السياسية الجارية. وأكد أن الاجتماعات ستتواصل لمناقشة القضايا المتبقية. وتعقد القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري الأحد مؤتمرا عن شرق السودان، وذلك بعد عقدها مؤتمرين عن تفكيك بنية النظام المعزول وتقييم اتفاق السلام، فيما تبقى تنظيم مؤتمري العدالة وإصلاح قطاع الأمن والدفاع. بدوره قطع القيادي في الحرية والتغيير مجموعة الكتلة الديمقراطية مبارك أردول بأنهم اتفقوا على الإعلان السياسي مع أطراف الإطاري بعد أن حسمت القضايا التي تمت إثارتها من قبلهم والمتعلقة بالتدخل في المؤسسات العدلية، وكذلك لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو بجانب قضية اتفاق جوبا لسلام السودان. وأكد أردول على خلفية إعلان مجلس السيادة التوصل لاتفاق بين أطراف الإطار وأطراف الغير الموقعة أنهم متمسكون بتحالف الكتلة الديمقراطية ولن يتنازلوا عنها. وتوقع أردول أن يحسم أمر الأطراف خلال الساعات المقبلة بدفع من مجلس السيادة الانتقالي. من ناحيته شدد دكتور مضوي إبراهيم القيادي في المجتمع المدني والمدافع عن حقوق الإنسان على ضرورة وضع خارطة طريق تمهد لبناء دولة سودانية جديدة تتساوى فيها الحقوق والواجبات. وحذر إبراهيم خلال ندوة حول الراهن السياسي نظمتها شريحة من لجان المقاومة تطلق على نفسها
إعلان مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة من مغبة جر البلاد إلى انتخابات مبكرة، باعتبار السودان يمر بمرحلة حرجة. وأضاف: لا يمكن للمركز بالخرطوم أن يقرر احتياجات المواطن بالولايات المختلفة. وأشار إلى أنه لا بد من الحديث عن مشاكل السودان بوضوح ودون مواربة، داعيا الحكومة الانتقالية المرتقبة لبدء عملها بحوار مجتمعي يناقش المسكوت عنه بشفافية كاملة ويتلمس احتياجات المجتمع ويحددها. من جهته أكد المتحدث الرسمي لمبادرة ثورة ديسمبر الطيب محمد صالح على إقامة مؤتمر لصناعة الدستور لجمع الشعب السوداني. قال في الندوة التي قيمت في منطقة جبل الأولياء قرية الرشيد إن أولويات مبادئ الإعلان هي الاقتصاد ومعاش الناس. وأضاف بأن الديمقراطية لن تستمر ما لم يحدث أكبر إجماع حول القضايا الأساسية المتعلقة بهوية الدول وكيف يحكم السودان. وتحدث صالح عن أن إعلان مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة يحوي إجابات على تلك الأسئلة. وأردف: لدينا موقف واضح وصريح من الاتفاق الإطاري، لافتا إلى اجتماع تم بينهم والحرية والتغيير المجلس المركزي، وتم تسليمه مذكرة تحوي ملاحظات المجموعة على الاتفاق. وفي وقت سابق كشف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف عن استمرار النقاش بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري مع 3 من التنظيمات غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، حضر عنهم كل من مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم وجعفر المرغني، بهدف الوصول لصيغة إعلان سياسي بموجبه يتم انضمامهم للعملية السياسية الجارية الآن والمبنية على الاتفاق الإطاري. وقال يوسف بحسب سونا إن الاجتماع شهد توافقا حول مشروع الإعلان السياسي المقترح الذي نوقش من قبل، ليكون الصيغة التي بموجبها يتم انضمام الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري المتفق عليه للعملية السياسية الجارية الآن.